اهلا بمشاهدي اس بي سي، وكذلك ارحب بضيوفي الاعزاء من جديد. حمد، بروح معك للهلال. معسكر على اعلى مستوى الان، ما شاء الله تبارك الله. معسكر في الرياض على اعلى مستوى كذلك، سلم لنادي الهلال بعد الفتره الطويله اللي قضاها هذا المشروع. يعني شفناه بصراحه 5 ستار، يعني معسكر على مستوى عالي جدا. يعني اقتبس حديث البون، يقول يوم كنت اتدرب في العريج يا اخي احس انها الاجواء عائليه بشكل اكبر، تشوف فئات سنيه حقت النادي، تشوف الالعاب مختلفه، تشوف وتحس انك اقرب للناس. يعني يقول هذا المعسكر الجديد كانك في اوروبا، ما نفس الشيء. يقول ما تغيرنا، بعيدين عن الناس وما اقدر اشوف كل الناس وكذا. وانا معه في الكلام هذا، لان اللاعب الصغير كمان ترى هو يتحمس اذا جاء وشاف اللاعب الفريق الاول. على العموم ماني مكلمك في هذا الموضوع، بس وجهه نظرك. خليني ادخل معك عشان الوقت عندي. ادخل معك في البدايه على مالكم الدرعيه. جالس تتكلم مع مالكم بشكل كبير، ليش ما انتهى الموضوع للحين؟ ايش المشكله؟ انا بعطيك الى اخر ما وصلوا. لا طبعا الكل يعرف انه الهلال وافق لاداره الدرعيه على انتقال مالكم بالكامل، ما راح يكون اعاره، يعني انتقال نهائي. ولكن حاليا هي مرحله مفاوضات ما بين اداره الدرعيه واللاعب مالكم على الراتب السنوي بالنسبه للاعب. حتى الان اعتقد ما توصلوا الى اتفاق نهائي بين الطرفين. زي ما قلت لك، الهلال منح الضوء الاخضر للاعب بالانتقال، اضافه الى الدرعيه بالتفاوض مع اللاعب، وهم حاليا في طور المفاوضات. هل ينتهي الموضوع باتفاق الطرفين؟ خليه ينزل شوي الهلال في المبلغ. الان الهلال ما له علاقه في المبلغ بين مالكم والدرعيه. الهلال منح الموافقه للدرعيه على راتب مالكم السنوي. هي الان نقطه الاختلاف ما بين كم باقي عقده مالكم في الهلال؟ باقي سنه. اوكي. طيب يستفيد الهلال طبعا من الدرعيه. إيه؟ ما اعرف كم مبلغ الانتقال. إيه بس على الاقل الهلال الان خلينا نقول انه نجح في على الاقل في تصريف اللاعب، بعيدا عن دفع اي مثلا جزء من الراتب له او خلافه. طيب خليك معي.